ودائما كان حاضرا وكان قريبا كثيرا للتعادل. واليوم اتفاجأ صراحة كثيرا بالحكم الذي لم يكن صراحة في يومه اليوم. أرى لماذا لا يرجع إلى الفار، ولا رجعنا بعد الشيء فلقينا رحيمي هناك ضربة جزاء. أنا بالنسبة لي هناك ضربة جزاء. فالوقت الذي لم يرجع إلى الفار فمن وراها مباشرة جاء الهدف، وكانت لمستين باليد ولم يصفر ولم يكن حاضرا الحكم صراحة. أنا السؤال الذي يطرح لماذا لا يرجع إلى الفار ليعطي لذي حق حقه. وأيضا كان هناك مرتدى بالنسبة لفريق الزمالك ولم يكن في الأوفسايد، فلم يتوفق في كلا الهالتين بالنسبة للفريقين. صراحة تنشوف هناك تأثير تحكيمي على فريق الرجاء، لأنها كانت في وقت حساس جدا، والدليل على أن لمسات باليد المرتدة والهدف جاء في وقت فعلا. سننتقل معا إلى مباراة العودة. جمال عبد الحميد قبل قليل كان يؤكد بأن الزمالك لا يلعب بالحافلة أو الباص في الخط الخلفي التي لعب على طريقتها الليلة، وإنما سيلعب مهاجما بنسبة 60%. اليوم بالنسبة للرجاء مع عودة جبيرة، مع عودة شاكر، مع عودة بوطيب، لا أعرف إن كان سيكون هناك إغلاق تام من الزمالك في لقاء العودة أم لا، لكن كم ممكن فعلا أن تكون الطريق مفتوح أمامه ليقلب النتيجة؟ لأن 1-0 نتيجة فخ في النهاية. exactly وهي مقابلة فخ في كلا الحالتين، لأن الفريق المغربي والرجاء البيضاوي يلزم عليه تسجيل الهدف، ولو يكون التعادل إصابة داخل في كل مرمى فلا بد أن يلعب للأمام لتسجيل. وهذا بالنسبة إليه أمام فريق الزمالك كما تفضل السيد قبل، وأنا على ثقة كبيرة بأن من الحماقة قيمة الزمالك وكفريق قوي وقطب مهم بالنسبة في مصر سيلعب للوراء، سيلعب لأنه يحتاج أيضا لتسجيل هدف ويقتل المقابلة. فسنرى سيناريو آخر بتكتيك آخر بمفهوم آخر، لأن الرجاء يلزم عليه تسجيل اهداف وفريق الزمالك لتامين فعلا النتيجه لكي يمر الى المقابله النهائيه. فهو صراحه سيكون طبق كروي جميل جدا، لان اصابه واحده كما قلت وكما تفضلت فعلا. دائما الكتاب مفتوح في الجوله الاخيره في انتظار الاسبوع المقبل، نهايه الاسبوع المقبل. نهايه الاسبوع. هشام جدران المحلل الفني في قناه بي إن سبورت، شكرا جزيلا.